مهارة الstory telling أو مهارة سرد القصص مش عند الناس كلّها، والناس كلّها بتمِل أنا عارف وبتزهق ويقول لك إيه story telling أنا لسه هاحكي، طبعًا الstory telling خلاص الناس اتخنقت منّه، يعني الناس زهقت من كتر ما في حكاوي كتير على السوشيال ميديا بتحصل من كل شخص بيحكي حكايته على السوشيال ميديا أو الbusiness بتاعه بدأ إزاي أو الكلام ده كلّه، لإن الstory telling ده ممكن إن أنت تخلّيه لطيف جدًا، وممكن إن أنت تخلّيه ظريف جدًا، يعني أنت مهارة سرد القصص عندك أصلًا، أنت قاعد في القهوة طول اليوم قاعد بتحكي في حكايات وحاجات قديمة ومش عارف إيه، تيجي تعمل reel أو short فيديو للcontent اللي هو أهم حاجة النهارده، اللي هو الاستثمار فعلًا، إن أنت تستثمر في نفسك، إن أنت تكون بتعمل محتوى على السوشيال ميديا لشغلك أو أيًا كان، بس طبعًا يعني حاجة يعني يكون ليها قيمة وبتنفع الناس بيها. آآ إن أنت مثلًا تيجي تعمل فيديو، لأ أنا مش هاعمل، أنا تمام، وتروح القهوة تفضل لوك، 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 لوك وتحكي في حكايات وحاجات غريبة. استخدم بقى الstory telling بقى بالطريقة اللي هي اللطيفة، في طريقة للstory telling النهارده إن أنا أعيّشك معايا في الstory بتاعتي في الفيديو من غير ما تمِل، ما اسيبكش للحظة، بسبب إن أنا كل شوية باطلع من حتة وادخّلك في حتة، أعمل لك كل شوية hook في الstory telling، بعد كده أدّيك value، بعد كده أعمل hook تاني، بعد كده أدّيك value، بعد كده أعمل لك call to action وأدّيك value.